مسألة الانقياد، وهي مسألة مترتبة عن تعظيم الإنسان ومحبته لربه فينقاد له. وبالتالي الذين يخرجون عن دين الله سبحانه وتعالى ستجد أنهم يخرجوا عن هذه الثلاثية، أن تغيب عندهم المحبة التي تحمل الإنسان على الطاعة برضاه، يعني مسألة المحبة تجعل الإنسان يطيع محبوبه برضاه. لذلك قال الشاعر: تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا لعمري في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. طيب، هذا الجانب الأول. فالمحب يطيع من يحب ويجله ويقدره ويتألم ويتأذى مما يمكن أن يمسه. هذه مسألة المحبة. التعظيم أيضا مكمل لمسألة المحبة، وهو بعض الناس تجده محب ولكن تنقصه عملية التعظيم. الله سبحانه وتعالى عندما نتعامل معه بالأمرين معا، نتعامل عنه بالمحبة التي تجعلنا نرجوه، وبالتعظيم الذي يجعلنا نخشاه ونخافه جل جلاله. الله سبحانه وتعالى نحبه ونرجوه ونخشاه. ثم مسألة المحبة وتعظيم الله سبحانه وتعالى، التعظيم الذي يجعل الإنسان خارج دائرة الاستهزاء والاستهتار. الإنسان الذي يعظم الملك مثلا، والله المثل الأعلى، لا يمكن أن يتلاعب أمامه أو يسخر أمامه أو يستهزئ أمامه، هذا ليس مقام تعظيم. أو أن ينكت عليه مثلا، هذه كلها لا يقال أن هذا مقام تعظيم، ولكن تجده حريص في كلماته، حريص في أفعاله، حريص في أحواله، لدرجة أن الإنسان أحواله نفسها تجدها هي أحوال مرتبة، أقواله أقوال مرتبة، أفعاله أفعال مدروسة ومحسوبة. لذلك الله سبحانه وتعالى لما تكلم على المشركين وعلى الكفار قال: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. فعدم تقدير الله سبحانه وتعالى وعدم محبته أيضا نابعة من عدم العلم به. يعني أنت لا يمكن أن تقدر وتحب وتعظم من لا تعلم عنه، أليس كذلك؟ يعني أنت حتى تعظم الشيء لابد أن تعرفه. ولله المثل الأعلى، إذا علمت بهيبة سلطان معين وشدته وبطشه لن تجرؤ على العبث أمامه، هتسوي اللي يبغاه. طبيعة الحال. فإذا نحن مسألة تقدير الله سبحانه وتعالى وتعظيمه وحبه هو فرع عن العلم به وعن معرفة الله سبحانه وتعالى. والمعرفة نفسها والعلم أيضا تحتاج بطبيعة الحال إلى التعلم، فأنت محتاج إلى أن تتعلم حتى تكون عالما بالله سبحانه وتعالى. والعلم بالله بطبيعة الحال هو أن تتعرف على الله سبحانه وتعالى، تتعرف عليه بذاته، وتتعرف عليه بأسمائه، تتعرف عليه بأفعاله، تتعرف عليه بآلائه ونعمه. كل هذه الأشياء في النهاية تعرفك بالله سبحانه، فيعظم الله في نفسك. إذا تأمل الإنسان في آيات الله الكونية من سماوات وأرض ونبات وأشجار وبحار وكذا، دل ذلك على عظمة الخالق. إذا كانت هذه الأشياء عظيمة فكيف بخالقها؟ تدل على قدرته، تدل على علمه، تدل على إرادته، تدل على حكمته، تدل على كل هذه الأشياء. فأنت سبحان الله كلما استطعت أن تعرف تتأمل في هذه الأشياء دلتك على الله سبحانه وتعالى. كلما أيضا نظرت في آياته المتلوة، آيات الله سبحانه وتعالى التي أنزل بها الرسل وأنزل بها الكتب وبعث بها الرسل، كلما أيضا وقفت على هذه الآيات تعلما وتدبرا وتلاوة والنظر فيها وفي معانيها، فإن ذلك أيضا سينقلك من دائرة الجهل إلى دائرة العلم، ومن دائرة العلم إلى دائرة التعظيم والخشية، لتصل إلى مقام الذي ذكر الله سبحانه وتعالى في قول: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعالم يخشى الله، من عرف وتعلم وعرف حقائق الأشياء فإن ذلك يحمله على خشية الله سبحانه وتعالى. إذن أهم قضية قبل أن نتحدث عن الاستهزاء، هذه القاعدة لابد أن ترسخ في القلوب: محبة الله، تعظيم الله، الانقياد لله سبحانه وتعالى. ولذلك سبحان الله مسألة الانقياد، لأنه أنت بعد ما خلاص
يعني تحب الله رغبة وتخشى الله تعظيما، فإن تعظم الله خشية، فإن ذلك سيحملك على الانقياد لله سبحانه وتعالى. والانقياد هنا معناها الاستسلام لما يأمر الله به أمرا تكليفيا أو كان تركا مثلا مطلوب أن تجتنبه. حينها يقال بأن الإنسان صدق وأطاع، أي آمن وأطاع. لكن لما يخرج الإنسان سبحان الله عن دائرة المحبة والتعظيم والانقياد يقال عنه كذب وعصى أو كذب وأبى، كما هو حال اذهب إلى فرعون إنه طغى، أو اذهب إلى فرعون إنه عصى، كذب وأبى، كذب وعصى. فالكفر هو يناقض عموما مسألة الإيمان المقتضية للمحبة والتعظيم والانقياد. إذا نحن هذه أول قاعدة مهمة جدا عندما نتكلم لماذا نشد أو نأخذ على أيدي من يذهبون إلى اللعب والاستهزاء بدين الله سبحانه وتعالى. وهنا مسألة الخوض في الآيات أو الاستهزاء بآيات الله سبحانه وتعالى، خاصة هذه الآية، كان بعض المنافقين في غزوة من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم يعني يسترسلوا في الحديث فيما بينهم، فعلقوا ونكتوا وتكلموا على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا والله ما رأينا مثل هؤلاء القراء، يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة الفقهاء منهم، القراء هم الفقهاء والعلماء في المجموعة كان يطلق عليهم في ذلك الزمان بالقراء. فكانوا يقولون ما رأينا أكذب ألسنة وأرغب بطونا وأجبن عند اللقاء، يعني طعن في الصحابة رضوان الله عليهم. فنقل ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم إما وحيا وإما أن أحد الذين كانوا يحضرون قال والله لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنقل على كل. فجاءوا يسابقون ليعتذروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت الآيات يعني مستنكرة عليهم ويعني تصف أحوالهم. قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. طيب، هنا الآن نلاحظ أن موضوع الاستهزاء بالله والاستهزاء برسوله صلى الله عليه وسلم والاستهزاء بآيات الله، من حيث هذا الاستهزاء طبعا له اعتبارات كثيرة جدا، الحلقة قد لا تتسع لذلك، باعتبار الحقيقة وغير الحقيقة، باعتبار الصريح وغير الصريح، باعتبار الفاعل نفسه وإرادته ماذا يريد إلى غير ذلك. الاستهزاء من حيث تعلقه بالحكم الشرعي وتعلقه بالفاعل الشرعي، الفاعل الذي يقوم بالفعل، هذه كل اعتبارات على كل تستصحب. لكن خلينا هنا الآن عندما يكون الاستهزاء مباشرا بالله تعالى، الاستهزاء برسول الله، الاستهزاء بشريعة الله سبحانه وتعالى، تتضمنه هذه الآية قل أبي الله وآياته كنتم تستهزئون قد كفرتم على طول، قد كفرتم. لذلك هذه المسألة صراحة مهمة جدا، والناس لا بد أن تلتفت إليها. كثير من الناس يظن بأنه والله يعني عادي هذا الموضوع، فنحن قلنا أن القاعدة الأولى أن والله أمر الدين يقوم على المحبة والتعظيم والانقياد. كذلك أمر الدين يقوم على الجد للهزل، على الجد للهزل. يعني الله سبحانه وتعالى يقول إنه لقول فصل وما هو بالهزل، فيجب أن لا تتعاملوا معه أنتم أيضا بالهزل، فهو قول جد. موضوع الهزل فيه السخرية، فيه التلاعب، فيه عدم أخذ الأمور بجدية. لا، أنت عندما تتعامل مع دين الله سبحانه وتعالى وأحكامه يجب أن لا تتعامل هنا بالاستهزاء، لأن ذلك يناقض المحبة، يناقض التعظيم، يناقض الانقياد، يناقض الجدية. فالدين ليس أمرا لعبا، الدين يترتب عليه إما سعادة أبدية أو شقاء أبدي. يعني ليست القضية قضية مسألة مؤقتة، لا، هذا جنة أو نار. وبالتالي أنت عندما تتعامل مع هذا الموضوع يجب أن تتعامل معه بصورة جادة وبصورة يعني فيها يعني الوضوح والصرامة، حتى لا تقع في هذه التبعات الخطيرة. بارك الله فيك شيخنا. ذكر في الآية قل أبي الله وآياته ورسوله. كيف ممكن نفسر آياته؟ يعني إيش هي آياته؟ آيات الله سبحانه وتعالى هنا غالبا هي القرآن الكريم، آيات الله سبحانه وتعالى المتلوة. قل أبي الله وآياته، مع أن الآيات في القرآن الكريم تحمل على الآيات الكونية كما تحمل على الآيات الشرعية، وتحمل على البينات القرآنية، يقال عنها آيات.
يعني اللي هي المعجزات يقال عنها آيات، الآيات المتلوة يقال عنها آيات، الآيات الكونية يقال عنها إيه؟ آيات. لكن هنا والله أعلم أن المقصود بها أن الإنسان يستهزئ بكتاب الله، يستهزئ بأحكام الله. تأتي إليه الآيات إن الله سبحانه وتعالى يقول أقيموا الصلاة فهو يسخر من ذلك، يقول وآتوا الزكاة وهو يسخر من ذلك، يقول الله سبحانه وتعالى صوموا ويسخر من ذلك، يقول الله لا تقربوا الزنا، لا تقربوا الخمر، لا تقربوا كذا، فهو في كل ذلك مستهزئ وساخر وغير مبالي بآيات الله سبحانه وتعالى، فهو يتعامل معها بالهزل وليس بالجد. نعم. وهذه في الآيات القرآنية. طيب شيخنا كمثال يعني إنه القمر والنجوم والشمس، نعم، والمخلوقات الكبيرة التي أقسم الله بها، نعم، هل ممكن تندرج تحت هذه الآية؟ هو طبعا يعني يقولون كل كفر وشرك يستلزم استهزاء. كل كفر، هذه طبعا من التفاصيل حقيقة في موضوع الاستهزاء. كل شرك يعني الاستهزاء لوحده كفر، ولكن لما نأتي إلى الشرك ستلاحظ أن كل شرك متضمن استهزاء، كل شرك بالله سبحانه. يعني الله سبحانه وتعالى قال لك والله لا تجعل معي شريك، فعندما تجعل مع الله شريك فقد بطريقة اللزوم استهزأت بالله. واضح؟ يعني كل شيء، كل نوع من الشرك، كل كفر بالله متضمن استهزاء بالله، لأن الاستهزاء فيه التنقص والعيب. الكافر متنقص لربه، كافر متنقص لربه، المشرك متنقص لربه ويعيبه، ولله المثل، والله تعالى طبعا فوق ذلك كله. الله سبحانه وتعالى تعالى عن النقص وتعالى عن، فنحن نسبحه سبحان الذي أسرى بعبده، سبحان الله جل. فالتسبيح فيه تنزيه لله عن كل عيب وعن كل نقص. فعلى كل موضوع الكفر بآيات الله والكفر بمخلوقات الله، يعني لما يأتي الإنسان ولا يتعامل مع هذه الآيات الكونية بصورة جادة وأنها آيات دالة على الله سبحانه وتعالى، فهو مستهزئ وهو يتعامل بطريقة تنقص بطبيعة الحال. مهما تتفاوت الدرجات، لكن لما لم يتعامل معها لما وضعت له، هذه الآيات وضعت لتكون دالة على الله سبحانه وتعالى، والآيات الشرعية وضعت لتكون دالة على أحكام الله سبحانه وتعالى. فلما الشخص لا يتعاطى معها بهذا الشكل فإنه يكون مستهزئا بالله على طريقة اللزوم، لأنه هنا الاستهزاء ينقسم إلى قسمين من حيث حقيقته. هنالك استهزاء ضمني صريح وضمني، يعني الكلام يتضمن تلقائيا إيه في ذاته يتضمن الاستهزاء. النوع الثاني هو باللزوم والمآل. باللزوم والمآل. لاحظ الآن باللزوم والمآل، لما يقول الشخص لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه ساحر وأنه مجنون، هذا الكلمة نفسها استهزاء. طيب، لكن لما يقول شخص بأن عيسى ابن الله، لاحظ الآن هنا لا يقصد التنقص، لاحظت؟ هناك يقصد التنقص، لكن هنا لا يقصد، لكن لازمها التنقص. فهمت؟ يعني اللفظة في ذاتها ما فيها تنقص. أنا لما أقول عزير ابن الله، لما أقول عيسى ابن الله، ظاهره يشبه المدح، أليس كذلك؟ لكن أنت كده استنقصت في حق الله تعالى، نسبت إليه البنوة، لاحظت؟ فاستهزأت بالله. فهمت؟ لكن ساحر مجنون كذا غير مباشرة. أي فهذا باعتبار الحقيقة وغير الحقيقة. ففي حقيقة الأمر هو مستهزئ، في حقيقة الأمر هو إيه؟ مستهزئ، لكن بطريقة اللزوم. أما الأول لا بالشق الصريح. أيوة. أما من يستهزئ بالله استهزاء مباشر، هذا مثل أن يصف مثلا، أن يقول الله فقير مثلا يصف الله بالفقر، هذا واضح أنه عاب الله سبحانه وتعالى وتنقصه. نعم. نعم. بارك الله فيك شيخنا، قبل أن ننتقل إلى الجزئية الثانية على شكل نقاط، شيخنا ما هو الواجب على العبد فعله في موضوع الهزل والاستنقاص، وأهم النقاط التي يجب الحذر منها؟ هو بناء على ما تقدم، ولا بد أن نوضح مسألة مهمة جدا في هذه الحلقة، وهو حكم هذا الاستهزاء. نحن الآن ذكرنا بأن
الاستهزاء بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم وبآياته كفر صريح. هذه بلا يعني ما فيها يعني من يستهزئ بالله ومن يستهزئ برسول الله. معنى القضية بنيته الآن من استهزأ بالله ورسوله واستهزأ بكتابه، لاحظت؟ واستهتر به، كمن يحرقون الآن مثلا مصاحف. لو افترضنا أنه يفعل ذلك شخص ينسب إلى الإسلام فإنه بفعله هذا إنما ارتكب ردة وكفرا بالله سبحانه وتعالى من حيث الفعل، من حيث فعله. طيب هذا كفر أكبر، هذا كفر أكبر يخرج صاحبه من ملة الإسلام. ده إذا كان بالله وبرسوله وبآياته. إذا كان بالله وبرسوله وبآياته. طيب الاستهزاء أحيانا ما يكون بالله ولا برسوله ولكنه يكون استهزاء بالمؤمنين. شخص دائما تجده ساخر من أهل التدين، ينكت عليهم، يشوش عليهم، يستهتر بهم، لاحظت؟ طيب إيش حكم هذا؟ هذا الذي يستهزئ بأهل الإيمان والدين وليس بالدين ذاته. هنا نفرق بين أمرين: إذا كان يستهتر بأشخاصهم، يستهتر بأشخاصهم كأشخاص عاديين ومجموعة من البشر، كما يستهتر بالكفار يستهتر أيضا بأهل بأهل الإيمان، فهذه سخرية محرمة. فهمت؟ يعني أنا واحد من المؤمنين استهزأت به، سخرت منه كذا، يدخل في قوله لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منه. محرم هذا، لا تسخر من أحد، لا تسخر لا من مسلم ولا من غير المسلم. طيب هذه محرمة. لكن إذا كان يستهزئ بهم لما يحملونه من دين، فهو يستهزئ بالصلاة التي يؤدونها طريقة عبادة من حيث طيب هنا أيضا في الفعل نفسه، إذا كان والله هو لا يستهزئ بالصلاة كشعيرة لكن يستهزئ بطريقة أدائهم لها، هذا محرم أيضا لكنه ليس كفر. طبعا هنا أنا أقول هذا التفصيل لسبب بسيط: بعض طلبة العلم يجعلون كل أشكال الاستهزاء من الكفر الأكبر، فوسعوا دائرة الكفر، دائرة الكفر. وهذه طبعا يعني من المذاهب التي انتشرت بهذا الموضوع بالذات في الفروع، في مسائل الفروع. الأحناف، سبحان الله، الأحناف بالرغم من أنهم في قضايا الإيمان الكبير لا يكفرون بسهولة، لكن في الفرعيات يكفرون بسهولة. عندهم تفاصيل كثيرة. مثلا لو قال أحدهم لمسجد مسيد ولو قال لمصحف مصيحف يكفر عند الأحناف. ليش؟ لأنه والله صقر أمرا دينيا، صقر أمرا كبير وأمر ديني. مصحف أمر دين، المسجد أمر دين. الأحناف يكفرونك بهذه الفرعيات، وهذه كثيرة جدا. لمن تتبعها في الفقه الحنفي سيلاحظ بأن التكفير في الفرعيات ربما أحيانا، مع أنهم في القواعد الكلية يضيقون التكفير، لكن لما تذهب إلى فروعهم تجد يتوسعون في ذلك. بالنسبة للآخرين لا، يقولون والله هذه المسألة لا بد أن ننظر في هذا الذي صقر المسجد، هل هو ليصف المسجد وحجمه أم يستنقص من المسجد؟ لاحظت؟ فيذهبون إلى نيته، هل يقصد التنقص؟ هل يقصد التقليل؟ لما أقول مصيحف، هل أنا استهتر بالمصحف وما فيه ولا أنا أصف حجم المصحف؟ يعني فرق بين أنا أتيك بمصحف ضخم وأتيك بمصحف صغير. مع أنه في الأدب ألا تفعل ذلك، تأدبا مع المصحف وتأدبا معه. قد تقع في التحريم لكنك لا نكفرك بهذا. بنفس الطريقة شخص يستهزئ بأشكال الناس لتدينهم، مثلا لتدينهم، لأنهم والله يصلون، لأنهم يصومون، فهو في حقيقته يستهزئ بما يفعلون، يستهزئ بالفعل نفسه، هذا يكفر. لكن أحيانا لا يستخر من الفعل ولا من ما هو مأمور به شرعا، ولكن يسخر من طريقة أفعالهم. مثلا هو عنده مشكلة في سرعتهم في الصلاة، طريقة أدائهم، طريقة حتى في اللحية. بعض الناس يكون والله هو مقتنع بأنه هذه من الأشياء التي شرعها الله سبحانه وتعالى، لكن يقول لك والله فلان هذا ما ينظم لحيته ولا يرتب مثلا. فهنا نفرق بين التعامل بأشخاصهم والتعامل في السخرية معهم. فالذي يسخر من الشرع وأحكامه أيا كان وهو يعلم أن هذا حكم الله سبحانه وتعالى ومع ذلك يسخر منه، هذا يكفر. ولكن
نفرق بين سخريته بأفعالهم كأفعال عادية هو له عليها كلام، وبين الحكم الشرعي الذي أمر الله سبحانه وتعالى به. وبالتالي لا بد من التنبيه أن الاستهزاء بالله سبحانه وتعالى يكون الاستهزاء بآيات الله، الاستهزاء برسول الله، الاستهزاء كفر أكبر. الاستهزاء بالمؤمنين ينقسم بين أن ينظر إليه كأشخاصهم وكبشر عاديين، وبين أن يكون استهزاء بما هم فيه من دين وما هم فيه من شريعة، فهذا طبعا يكون أيضا كفر، وذاك يكون محرم. بارك الله فيك شيخنا. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونواصل، انتظرونا. أعزائنا المشاهدين، يمكنكم الآن متابعة بث قناة سلام الفضائية عبر قمر سهيل سات على الترددات التالية: اسم القناة سلام تي في، القمر سهيل سات 2، التردد 11310 في، معدل الترميز 30000. أعزائنا المشاهدين، يمكنكم الآن متابعة بث قناة سلام الفضائية عبر قمر سهيل سات على الترددات التالية: اسم القناة سلام تي في، القمر سهيل سات 2، التردد 11310 في، معدل الترميز 30000. حديث مبل 11 كابز التراطر نجرات مرحاق. أبو محمد حسن ابن علي ابن أبو طالب نلؤو خناي الله فتوز خني ودوم رضي الله عنه كاب لؤو خناي الله صلى الله عليه وسلم إزز سعب أصنيعي إلو زت تراطر كان نجر جديفكا زيت تراطر كان نجر سرح. ترميزي كم أون نساء زمزقبو. الحمد لله وكفى، ثم الصلاة والسلام على النبي المصطفى. أهلا وسهلا بكم مجددا في الشق الثاني من هذا البرنامج فاسألوا أهل الذكر. نجدد الترحيب بكم شيخنا، حياكم الله. أهلا وسهلا، مرحبا. نستكمل شيخنا الجزء الثاني من الحلقة شيخنا، وندخل في موضوع أسماء الله وصفاته. بداية، كيف نثبت أسماء الله وصفاته؟ طيب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بس في الجزئية الأولى تكملة في نقطة مهمة جدا، وهو مسألة تكاد تكون شائعة أحيانا بين العوام، وهي ما يعرف بسب الدين. يعني تلقى شخص يعني يسب الدين. عامة الناس تلقى فيما بينهم يلعنون بعضهم بعض بسب الدين
هذه أيضا من الأشياء الخطيرة التي لا بد من الالتفات إليها، وقد تؤدي بصاحبها إلى أن يخرج من الإسلام بهذا السب الذي سبه، خاصة إذا كان يسب الإسلام وهو يعرف أنه يسب الإسلام، بخلاف أن الشخص مثلا يسب الشخص ولكن لا يعني أن يسب يسب الإسلام، يعني فهو يسب سلوكه هو ويسب تصرفه هو، ولكن لا يسب الإسلام. هذه طبعا برضو من الأشياء اللي أحيانا يقع فيها بلوى التكفير عند البعض، لكن هي خطورتها كبيرة جدا، فلا بد من التنبيه على هذا الموضوع. والخلاصة التي نخرج بها على كل من الجزئية الأولى، وهو أن الواجب الشرعي هو تعظيم الشرع وعدم اللعب والاستهزاء بقضايا الدين، لأن الدين هو علاقة جادة مع الله سبحانه وتعالى، ولا تقبل الهزل بطبيعة الحال، إنه لقول فصل وما هو بالهزل. مسألة أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته، ربما تكلمنا في الحلقة الماضية في بعض هذه الأشياء، وأكدنا أن أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته جل جلاله هي تابعة للذات. عموما أسماء الله سبحانه وتعالى تابعة لذاته، فنلاحظ أن الله سبحانه وتعالى ومنذ الأزل هو متصف بصفات الكمال ومتسمي بالأسماء الحسنى، فأسماءه كلها حسنى وصفاته كلها عليا ومعظمة، وهي فرع عن ذاته، هي جزء من ذاته سبحانه وتعالى. وبالتالي موضوع الأسماء والصفات هو فرع من فروع التوحيد، هو فرع من فروع التوحيد التي يمكن أن نقول بأن هنالك 4 مستويات في التوحيد لا بد الإنسان أن يقر بها ويؤمن بها ليقال أنه والله فيما يتعلق بالإيمان بالله أدى هذه القضايا. الجانب الأول هو الإيمان بوجود الله، أن الله موجود، يعني فمن أنكر وجود الله سبحانه وتعالى لا تستطيع أن تتكلم معه في أسمائه وصفاته وفي ربوبيته وألوهيته، منكر الأصل. وبالتالي كما يقولون اثبت العرش ثم أنقش، يعني أنت لا بد لتثبت إنه في أسماء وفي الصفات أول شيء هل تقر أن الله موجود أو لا. هذه مسألة مهمة جدا في مناقشة خاصة الذين يلحدون بالله سبحانه وتعالى. فأهل الإلحاد الذين ينفون وجود الله، هؤلاء طبعا نقاشهم يكون حول الوجود، وبالتالي الأدلة التي تستصحبها هي هذا النوع من الأدلة، أنك لا تستطيع أن تجادلهم هنا بآيات الله لأنهم لا يؤمنون بالله، فأنت ستذهب إلى أدلة أخرى اللي هي أدلة الخلق وأدلة الفطرة والأدلة العقلية حتى تصل معهم إلى أن الله موجود. دي النقطة الأولى. في نوع آخر هو يؤمن بوجود الله سبحانه وتعالى ولكنه معطل هذا الوجود، لا أثر له في الحياة. هؤلاء الذين يسمون مثلا في ديار الغرب الآن بالربوبيين. ويؤمن أن الله موجود، ويؤمن أن الله خلق الخلق، يؤمن بأن الله موجود وأنه هو الذي خلق الله. فهو يقول لك أنا لا أنكر وجود الله ولا أنكر أن الله هو الذي خلقني، فهو يؤمن بوجوده ويؤمن أيضا بخالقيته ويؤمن بربوبيته جل جلاله، أن الله هو الخالق والمحيي والمميت والرازق والمدبر، فيؤمن بكل هذه الوضعية. أين مشكلته؟ يقول لك والله أنا أؤمن بأن الله موجود، وطبعا مطلوبة أن تؤمن بوجود الله ثم تؤمن بربوبية الله بعد وجوده. هذا الفصل الثاني عشان أنت تحقق معنى الإيمان بالله، تؤمن بوجوده ثم تؤمن بربوبيته. ما ممكن واحد يقول الله أنا أؤمن بوجود الله لكن لا أؤمن بأن الله الرب اللي هو الخالق والمحيي والمميت والمدبر والمتصرف، أنا ما بؤمن بهذا، لكن أؤمن أن هذا الكون له رب، أن الله في هذا الكون موجود، الله موجود. طيب أنت بالنسبة لك لتحقق معاني الإيمان بالله تؤمن بوجوده ثم تؤمن بربوبيته، والربوبية اللي هي التصرف والتربية والأشياء هذه، إن الله يحيينا ويميتنا ويخلقنا ويعدنا ويمدنا وإلى آخره. ثالثا لتحقق الإيمان به أن الله هذا الموجود، أن الله الموجود، وأن الله الرب هو أيضا مستحق للعبادة ما دام أنه موجود، وأنه هو الذي خلقنا فإذا هو معبود. أن الله هنا تدخل الألوهية، أن الله هو الإله، والإله بمعنى هو الذي تألهه القلوب، أي تحبه وتتعلق به وتقصده. هذا النوع الثالث. إذا نحن
توحيد أو الإيمان بوجوده. وطبعا الوجود هنا يدخل فيه موضوع إيه؟ ما نسميه بتوحيد الذات. وجوده ما ممكن تقول والله موجود، ولكن موجود في شكل ثلاثي مثلا، موجود في شكل ثنائي، كما هي حالة بعض الوثنيين إلى يعني يؤمنون بأكثر من رب وأكثر من إله ويوزعونها، أو يؤمنون على طريقة إله النصارى، الموت، إله الشر، إله أيوة، الخير، أو على طريقة النصارى بأنه والله هو ثلاثة وليس إيه؟ وليس واحد. فهو يؤمن، نحن نؤمن بوجوده الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد. ده توحيد الذات، توحيد الوجود، رب كل شيء. ثم الربوبية، ثم الألوهية، أي أن الله سبحانه وتعالى الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بهذه الصفات هو الذي نقصده ونعبده، هو الذي نقصده. وإلهكم إله واحد، هو المعبود الواحد سبحان الله. بعد الألوهية مباشرة، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وصف الله سبحانه وتعالى نفسه بأعظم الأسماء وأفضلها. طيب، الرحمن الرحيم. النوع الرابع حتى تستكمل أنت الإيمان بالله، إيمان بوجوده، إيمان بربوبيته، إيمان بألوهيته، إيمان بأسمائه وصفاته. إيمان بأسمائه وصفاته بغض النظر الآن عن التقديم والتأخير. يعني أنت بعد أن عرفت الله أنه موجود وعرفت ربوبيته، يمكن أن يكون هذا محل أصلا للأسماء والصفات، أن تعرف الله بأسمائه فتعرف أن الله الرحمن الرحيم. لكن يبقى السؤال، أنا من أين لي أن أعرف أسماء الله سبحانه وتعالى؟ موضوع الأسماء أنا في الحلقة الماضية ذكرت بأنها توقيفية، بمعنى أنك لا تستطيع أن تطلق اسما على الله ما سمى به نفسه. فكل أسماء الله سبحانه وتعالى نستقيها من أين؟ نستقيها من كتابه، أن ترد هذه الأسماء في كتابه. مثلا كما وردت بعض الأسماء في آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا. أواخر سورة الحشر، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، إلى آخر الآيات. هذه كلها فيها مجموعة أسماء. فكل هذه الأسماء استقيناها من أين؟ استقيناها من كتاب الله سبحانه، أو من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، أن يكون هنالك اسما أطلقه النبي صلى الله عليه وسلم على ربه جل جلاله، مع علمنا أن الله سبحانه وتعالى أعلمنا ببعض الأسماء، وأعلم بعض الخلق ببعض الأسماء، بعض الخلق ببعض الأسماء، وأعلم وأخفى عن جميع الخلق بعض الأسماء. أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. لاحظ هذه كلها الآن. إذن والله ما نستطيع نحصي أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته إلا بما أعلمنا. فنحن أعلمنا الآن، النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله 99 اسما، مش كده؟ ووردت هذه الأسماء وجمعها عدد من علماء الإسلام وكتبوا حولها وفصلوا فيها. فإذا أنت من أين نأخذ أسماء الله سبحانه وتعالى وصفة؟ نأخذها من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومن هذين الأمرين. ثم بعد ذلك هنالك ضوابط في طريقة التعاطي مع أسماء الله ومع صفات الله سبحانه وتعالى، كل مفصلة في كتب العقيدة. نعم. بارك الله فيك شيخنا. شيخنا قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. نعم. وكان من ذلك تسمية النصارى والكفار عموما أصنامهم اللات والعزى، وأخذوا من اللات كلمة الإله والعزى من العزيز. هذا ممكن أن نقول عنه هذا هو الإلحاد في أسماء الله؟ نعم. طيب، أول عشان شوي تكون الصورة واضحة فيما يتعلق بأسماء الله سبحانه وتعالى، من باب التأكيد، وإن كان نحن ذكرنا الحلقة الماضية بعض هذه الأشياء في موضوع أسماء الله، أنها أولا لا تؤخذ إلا من الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، فما سمى الله به نفسه. ثم أيضا نحن نثبت الاسم ونثبت كذلك ما يستلزم من هذا الاسم، لأن أسماء الله سبحانه وتعالى لوازم هذا الاسم. يعني الله سبحانه عندما يقول الرحيم، عندما يقول الرحمن، عندما يقول القادر، عندما يقول القاهر، فنحن ندرك بأن والله هذه أسماء، ولكنها أيضا مشتقة يشتق منها
الصفات فنثبت له صفة القدرة ونثبت له اسم القادر، نثبت له صفة السميع ونثبت له صفة السمع، وهكذا. يعني كل الأسماء فيها إيه؟ فيها صفات لله سبحانه وتعالى. هذه واحدة. النقطة الثانية، كل ما نتصوره في موضوع الأسماء والصفات، في موضوع الأسماء والصفات يجب ألا نذهب فيه إلى منحى إيه؟ منحى التشبيه. منحى التشبيه لا نذهب إلى هذا. يعني عندما نقول الله رحيم، شتان بين رحمة الله ورحمة المخلوق، فلا علاقة بين الخالق والمخلوق في هذا الجانب. تثبت الصفة ولكن أنت تدرك البون الشاسع ما بين هذه الصفة المتعلقة بالله وهذه الصفة المتعلقة بإيه؟ بالمخلوق. فأنت مثلا سمعك محدود ضمن إطار مكاني، ضمن إطار زماني، ضمن إطار حال معين. أحيانا قد تكون مريض فلا تسمع، أحيانا قد لا تستطيع. بينما الله سبحانه وتعالى كل ذلك لا يحده، فيسمع دبيب النملة السوداء في الصخرة الصماء في الليلة إيه؟ الظلماء. فالله يسمع، لا تتداخل عليه الأصوات. أنت ممكن بس لو بتناقش مع واحد حولك تكلم بتقبل تشوش عليك. هذه كلها لاحظ، هذه الفروق البسيطة نحن لا. فالله سبحانه وتعالى لا يشغله شيء عن شيء. ثم أيضا نتجنب موضوع التعطيل، وهو تعطيل صفات الله سبحانه وتعالى كما فعلت زي ما ذكرنا في الحلقة الماضية، فعلت بعض المذاهب. هذا الجانب. بالنسبة لموضوع الإلحاد، الإلحاد مأخوذ أصلا من اللحد. الآن نحن عندنا حاجة اسمها الشق وعندنا حاجة اسمها إيه؟ اللحد. اللحد في القبر نفسه. اللحد هو عبارة عن ما يحفر في طرف القبر، فملنا به عن منتصف القبر إلى طرفه. فاللحد في حقيقة ميل، هو ميل. من هنا المعنى من حيث اللغة هو ميل، إما ميل عن المعنى المراد، وإما ميل عن الاسم المراد، وإما صرف ميل عن أن هذا الوصف أو هذا الاسم ذهبت به إلى معنى غير مراد. فالمهم أنت ملت به عن إيه؟ عما أراده الله سبحانه وتعالى، عن غير أصله. فيدخل في ذلك ما ذكرته من أن يدخل في الإلحاد في الأسماء أن تسمى بأسماء الله سبحانه وتعالى هذه الأصنام والآلهة، سمى بها هذه الآلهة. العزى مثلا كان أخذوها من اسم العزيز، اللات أخذوها من اسم الله، فكانوا يشتقون من أسماء الله لإيه؟ فهذا إلحاد في أسماء الله سبحانه وتعالى. يعني بدلا أن تذهب باسم الله لما وضع له من تعظيم الله، من تبجيل الله، من ذكر الله، من تسبيح الله سبحانه وتعالى، من تعظيم الله في النفوس، ذهبت به إلى معنى آخر، فأنت ملت بإيه؟ كأنما انحرفت عن الطريق. أيضا من الأشياء التي هي ميل وإلحاد في الأسماء، كالفلاسفة الذين يقولون عن الله مثلا يسمونه العلة الفاعلة. العلة الفاعلة. فلاسفة الآن لا يقولون الله مثلا أو لا يقولون الرب، يقول لك العلة الفاعلة، يتكلمون عن الخلق وبعد ذاك يقول لك العلة إيه؟ هنالك علة فاعلة. فهم يقرون به لكن لا يسمونه كما سمى نفسه سبحانه وتعالى. هذه إلحاد في أسماء الله أيضا كالنصارى الذين يسمون الأب وروح القدس. هذه كلها بالنسبة لهم إلحاد في أسماء الله سبحانه. أو أن تذهب بأسماء الله وصفاته إلى معنى التشبيه، إلحاد في الأسماء. أو أن تذهب بها إلى معنى التعطيل، لا تفعل هذه الأسماء ولا تأخذها على ما هي، على ما أراد الله سبحانه وتعالى. هذا أيضا يدخل في إيه؟ يدخل في الإلحاد. أو أن تكذب بأسماء الله، أو أن تنفي عنه اسما سمى به نفسه سبحانه وتعالى. فمثلا عندما كان المشركون يقول لا نعرف الرحمن، والرحمن اسم لله سبحانه وتعالى ثبت بواسطة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه اسم الرحمن. قالوا الله عز وجل قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. مش كده؟ هم كانوا يقولون والله قل باسمك اللهم لا نعرف من الرحمن، وكانوا ويكفرون بالرحمن. هنا أي بمعنى إما أنهم يكفرون بالله أو أنهم يكفرون بمسمى اسم الرحمن، وهذا هو الصحيح أنهم كانوا يكفرون باسم الرحمن ما كانوا يعرفونها أو لم ترد عندهم، فكفروا باسم من أسماء الله سبحانه وتعالى. فهذا إلحاد في أسماء الله سبحانه وتعالى. فعندك والإلحاد أحيانا كان يفسره مثلا ابن عباس وغيره كان يفسرونه بالشرك. الإلحاد بالشرك، الشرك يعني بدل أن توحد الله تذهب إلى الإشراك بالله سبحانه وتعالى، فهذا إلحاد
أيضا هذه كلها على كل تدخل فيما أو تنكر ما تتضمنه الأسماء، كما فعلت الجهمية أو فعلت بعض المعتزلة، ينكرون مثلا، يثبتون الأسماء وينفون إيه؟ الصفات، وهكذا. هذه كلها تدخل في معنى الإلحاد في أسماء الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيك شيخنا. مشاهدينا الكرام، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة هذا اليوم. انتظرونا في حلقات قادمة، وفي الختام دائما نقول: اللهم كن معنا حين يحضر الكل، وكن معنا حين يذهب الكل، أنت ولينا ولا ولي لنا غيرك. دمتم سالمين.